thought I heard a voice cry, "Sleep no more. Macbeth does murder sleep." صباح الفل أو مساء الفل عليكم حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من مسرح الأساطير والأفلام. النهاردة معانا مسرحية معروفة جدا للكاتب الأشهر ويليام شكسبير، والمسرحية دي يا جماعة هي مأساة ماكبث. هنلخصها سريعا طبعا، ولكن أولا قبل أي حاجة حابب أشكر الناس اللي بتتابع البرنامج، ويعني أتمنى نتواصل مع بعض على انستجرام أو على فيسبوك أو حتى على يوتيوب أو whatever بتسمعوني فين. يكتبوا لي كومنتس، قولوا لي حابب نتكلم عن إيه. الأكاونت على انستجرام اسمه @says DASHSAYS_، أو اعملوا سيرش بالهاشتاج مسرح الأساطير والأفلام هتلاقوني يعني. خلونا كده بقى نبدأ سريعا المسرحية عشان ما اطولش عليكم. المسرحية بتبدأ بظهور 3 ساحرات بيتفقوا إنهم هيقابلوا ماكبث، وبعدها بننتقل لمخيم عسكري اللي بيسمع فيه الملك دانكن أخبار ماكبث وبانكو، وإزاي إن هما الاتنين هزموا جيشين، واحد من أيرلندا وواحد من النرويج، وماكبث ذبح أحد الخونة اللي هو ماكدونالد اللي كان ساعد الأيرلنديين. بعدها ماكبث وبانكو بيقابلوا ال3 ساحرات فعلا. بيبلغوا صاحبنا ماكبث إنه هيبقى الثين أوف كودر، ودي مرتبة كده من مراتب النبلاء في اسكتلندا، ومن بعدها هيبقى ملك. وبيبلغوا بانكو إنه أقل من ماكبث ولكن أسعد منه عشان أولاده هيبقوا ملوك، لكن هو لأ. الساحرات بتختفي بعدها وبتسيب ماكبث وبانكو في خوف وحيرة. الاتنين بيتناقشوا، وبانكو بيقول لماكبث إن الشيطان والأرواح الشريرة زي الساحرات بيقولوا نص الحقيقة بس عشان يخلونا نأذي نفسنا. ولكن الشيء اللي بيزاد حيرتهم لما بيقابلوا رجال الملك اللي بيهنوهم بانتصارهم، ويبلغوا ماكبث إنه بالفعل بقى ثين أوف كودر بعد ما الثين السابق خان اسكتلندا وساعد النرويج. في وقتها ماكبث بيفكر في كلام الساحرات اللي بدأ يحصل اوريدي، ويفكر إنه هيبقى ملك، بس إزاي؟ هل هيحصل عليه؟ ولا لازم يعمل فعل شرير الأول عشان يبقى الملك؟ بعدها بيقابل الملك اللي بيبلغه إنه كتكريم لماكبث الملك وحاشيته كلهم هيتعشوا عنده في بيته. طبعا بقى إيه، أخونا ماكبث ما كدبش خبر، وبيبعت لزوجته جواب يقول لها كل اللي حصل فيه. زوجته بتقرأ الجواب وبيقاطعها أحد الرسل اللي بيبلغها إن الملك في طريقه ليهم عشان يتعشى عندهم. في الوقت ده بتفكر إن لازم الملك يموت وما يطلعش عليه الصبح أبدا. ماكبث بيكون متردد بسبب حب الملك ليه، وإن مش كفاية طموحه كدافع لقتل الملك. ولكن زوجة ماكبث بتقول له أنت مش راجل كفاية، وبتشكك في قدرته كقائد، وبتقول له على خطة إنه يقتل الملك أثناء نومه بعد ما يخلي الحرس يسكروا ويمسح دم الملك فيهم ويلومهم على الجريمة دي. أثناء نوم الملك ماكبث بيشوف خنجر في الهواء، والإيد تجاه ماكبث، اللي هو الإيد اللي تمسك بها الخنجر تجاه ماكبث، والنصل موجه للملك. واخدين بالكم إيه اللي حصل؟ عقل ماكبث ابتدى يلعبه. هنا بقى ابتدى يعاني من هلاوس تانية، وهي إن بعد قتله للملك سمع صوت بيصرخ: لا نوم بعد الآن، ماكبث قتل النوم، ماكبث لن ينام بعد الآن. بعدها بيعرف مراته إنها ما سمعتش حاجة، وبتطمنه إن ده كان صوت فعاله بس. وبعد قتله للملك بتطمنه برضه وتقول له إن شوية مية هتنضفك من الذنب ده وتحس إن أنت معملتش أي حاجة. ولكن بتعرف إنه نسي يسيب الخنجر مع الحرس، فبتقوم هي وتاخد الخنجر وبتحط الخنجر المليء بالدم مع الحرس. في صباح اليوم التاني بعد ما عرفت إن الملك قتل، ماكبث بيقتل 2 حرس وكأنه متعصب ومتضايق على الملك. يا عيني، إزاي بقى أنت قتلته حبيبنا وملكنا؟ بعدها بيقدر يقنع القادة إنه يذبح الملك. أولاد الملك مالكوم ودونالبين بيهربوا خوفا إن اللي قتل والدهم أكيد هيفكر يقتلهم هما كمان واحد ورا التاني، فواحد منهم بيروح إنجلترا والتاني بيروح أيرلندا. برضو ماكبث مسكتش على كده، كان متخوف من نبوءة الساحرات بخصوص ذرية بانكو اللي هتاخد منه العرش. ماكبث بيأجر مجموعة من القتلة عشان يخلصوا على بانكو وهو في طريقه للوليمة الملكية اللي ماكبث كان عاملها. بالفعل بيقدروا يقتلوا بانكو، ولكن ابنه بيهرب منه. طبعا
ماكبث بيزيد قلقه أكتر عشان معنى كده إن هو لسه مهدد يخسر عرشه. ومش بس كده، أثناء الوليمة دي ماكبث ترجع له التهيؤات تاني وبيشوف شبح بانكو وبيبدأ يهزي قدام الضيوف اللي معظمهم من النخبة وطبقة النبلاء. زوجته بتحاول تلطف الموقف ولكن بتفشل، وبتطلب من الضيوف انهم يمشوا وما ياخدوش في بالهم عشان الملك بيعاني من حالة نفسية. طبعا في هذه الأثناء ماكبث كان مرعوب جدا بسبب اللي بيشوفه، فبيلجأ لمين؟ بيلجأ للساحرات اللي بيقدموا له مجموعة من النبوءات اللي من ضمنها تحذير من ماكدوف، واحد من النبلاء اللي كان معترض على صعود ماكبث للعرش. ولكن بيطمنوا ماكبث إنه لا يمكن أذيته من أي حد اتولد من رحم أمه، وإنه لن يهزم حتى تتحرك غابة بيرنوم إلى قلعة دانسينين اللي ماكبث كان بيحكم منها. ماكبث بيطمن لأن مفيش شخص ما اتولدش من رحم أمه والغابة ما ينفعش تتحرك. ولكن بيجي خبر لماكبث إن ماكدوف راح لإنجلترا وانضم لمالكم، فبيؤمر بالحجز على قلعة ماكدوف وبيؤمر بكل وحشية بقتل زوجته وأولاده اللي كانوا موجودين في القلعة. طبعا بقى وسط كل الأحداث دي ما ننساش صديقتنا العقل المدبر ليدي ماكبث اللي بتعاني من هلاوس هي كمان. ولكن يا جماعة المشهد ده والهلاوس اللي بتعاني منها دي خطيرة جدا، فركزوا فيها. زوجة ماكبث أو ليدي ماكبث بتشوف بقع دم على إيديها وبتشم ريحته، فبتحاول تغسل إيديها وبتحاول تغسل دمها ولكن مش بيروح، وبتقول جملة شهيرة جدا وأنا بحبها جدا، وهي كل عطور العرب لم تنظف هذه الأيدي الصغيرة. وكمان بتمشي وهي نايمة. ولكن في هذه الأثناء أخبار مقتل أسرة ماكدوف بتوصله في إنجلترا، فبيشعر بالأسى الشديد وبيتوعد بالانتقام لأسرته. الأمير مالكوم ابن دانكن بينجح في جمع جيش في إنجلترا، وماكدوف بينضم ليه في طريقه لمواجهة قوات ماكبث في اسكتلندا. والغزو ده كمان مدعوم من نبلاء اسكتلندا اللي بدأ يخافوا من طغيان ماكبث وسلوكه القاتل. ولكن يا جماعة في هذه الأثناء وأثناء ما ماكبث منتظر وصول جيوش إنجلترا بيصلوا خبر انتحار زوجته اللي ما قدرتش تستحمل الهلاوس وإحساسها بالذنب. الخبر ده يا جماعة بيسبب له شعور شديد بالأسى واليأس، ولكن بالرغم من كده بيحصن قلعته اللي بيحمي نفسه فيها، وهو واثق من نبوءة الساحرات اللي أكدت له إنه لا يقهر. ومع ذلك أصابه الخوف لما عرف إن الجيش الإنجليزي بيتقدم تجاه قلعته وهو متحصن بأغصان مقطوعة من غابة بيرنم. أيوة زي ما سمعتم كده، نص النبوءة اتحققت، الغابة تحركت للقلعة. في المعركة ماكبث بيقاتل بعنف شديد وهوس، ولكن القوات الإنجليزية بتقدر تتفوق على جيش ماكبث والقلعة. في أرض المعركة ماكبث بيقابل ماكدوف العازم على الانتقام. ماكبث بيواجهه بغرور وبيقول إنه مش خايف منه عشان مفيش حد اتولد من رحم أمه يقدر يقتله. ولكن أيوة هي دي بقى ولكن انتوا مستنيينها، ولكن ماكدوف بيفاجئه إنه ما اتولدش من رحم أمه، ولكن تم نزعه قبل وقته من رحمها اللي احنا دلوقتي حاليا بنقول عليها ولادة قيصرية. في هذه اللحظة بس ماكبث بيحس بحتمية هلاكه وبيكمل محاربة ماكدوف، ولكن بيموت وماكدوف بيقطع راس ماكبث. مالكوم ابن دانكن بيصبح الملك وبيعلن نواياها الحسنة تجاه الدولة وبيدعو كل حلفائه انه يحضر حفل التتويج. ده يا جماعة باختصار شديد كان ملخص لمسرحية ماكبث. ولكن برضه خلينا نتكلم عن الأفكار اللي ممكن الناس تشوفها من مسرحية ماكبث. وأول فكرة حابب أتكلم عنها هي النفس الأمارة بالسوء، أو بمعنى تاني أن الإنسان هو مدمر نفسه. وده شفناه مع ماكبث تحديدا لما الساحرات بلغوه بحاجة بالفعل حصلت، ولكن هو ما كانش لسه عارفها، وبعدها قالوا له على حاجة مش هتحصل غير لو هو اللي عملها. ما نقدرش هنا يا جماعة نقول إن الساحرات هم اللي دمروا ماكبث، ولكن ماكبث كان شخص ضعيف تجاه طموحه. وأول ما حصل حاجة من الحاجتين اللي هم قالوها قال لك خلاص الناس دي بتتنبأ فعلا، وبدأ يفكر في اللي هيعمله عشان يحقق النبوءة التانية. الساحرات أو نقدر نقول الشيطان أو أي حد شرير في الكون كل اللي بيعمله يا جماعة إنه يزرع فكرة جوه دماغنا. ما أعتقدش في مرة اتقال فعل صريح، دايما بيخلوا الإنسان هو اللي يعمل الفعل. هم ما قالوش لماكبث اقتل الملك، ولكن إيه قالوا هتبقى ملك، وده شيء مبهم. وده اللي بانكو قالوا بالفعل إن قوى الشر دايما بتقولك نص الحقائق بس
ماكبث هو اللي سلم عقله للساحرات وكمل تدمير في نفسه لما فضل يلجأ لهم عشان يساعدوه. ماكبث اختار طريقه من أول لحظة فكر فيها إن ممكن يقتل الملك عشان يحقق النبوءة. باقي الأشخاص زي زوجته أو الساحرات حتى كانت عوامل محفزة مش أكتر، واللي قتل ماكبث فعلا هو نفسه الأمارة بالسوء اللي كانت متمثلة في طموحه الزائد. تاني فكرة معانا النهاردة هي العلاقات السامة، التوكسيك ريليشنشيبس، كلنا بنحب نتكلم عنها. في المسرحية بنشوف علاقة ماكبث وزوجته اللي دايما بتشكك فيه وفي رجولته، ومش بس كده دي بتحرضه انه يقتل الملك وبتخطط له يعملها ازاي، وبعد ما يتم الفعل بتنتحر عشان هي مش قادرة تعيش مع الذنب. يا حرام. وبسببها ماكبث عمل الفعل ده. هنا يا جماعة بنشوف تأثير شريك الحياة على حياتنا. في حد يا جماعة ممكن يخليك في أحسن حال وأحسن وضع، وفي حد ممكن يخليك تتحول لوحش، وده اللي حصل في حالة ماكبث. ماكبث كان في مرحلة مهمة في حياته ومش قادر يقرر. صديقه الوفي بانكو نصحه ما يسمعش كلام الساحرات، ولكن ماكبث قتله. وعلى الجانب الآخر زوجته اللي شجعته على ارتكاب جريمة قتل، ولما الأمور اشتدت أنهت حياتها وسابت زوجها عشان مش قادرة يعينها تواجه. هنا بنشوف قد ايه العلاقات ممكن تأثر على الشخص، وازاي يا جماعة الحب ممكن يخلي الشخص أعمى عن الحقيقة. ولكن للأسف محدش فينا يقدر يعيش بدون علاقات أو بدون حب. ولكن أرجع وأقول تاني في نهاية النقطة دي، في بعض العلاقات قادرة تقضي عليك زي صديقنا ماكبث مع مراته. تالت فكرة معانا النهاردة هي الاختيار. على مدار المسرحية بنشوف الشخصيات وهي بتختار مصيرها بإيديها. ماكبث لما اختار يصدق الساحرات ويمشي ورا كلامهم وظن إنه لا يقهر، وانتهى بيه الأمر مذبوح. وزوجة ماكبث لما شجعت جوزها على قتل الملك وقالت له مش هيحصل حاجة، ومن بعدها ما قدرتش تعيش مع الذنب ده وقررت تنهي حياتها عشان تتخلص من عذابها النفسي. وماكدوف اللي ترك مراته وأولاده وندم بعد كده على فعلته. وأخيرا وأهمهم هو الملك دانكن اللي بيمثل يا جماعة في كل مسرحيات شكسبير، ممكن أنا بتكلم عن حاجة شبه كده، الطيبة أو السذاجة أو الاختيارات الخاطئة. أول المسرحية بنشوف السين اوف كودر السابق خانه، ولسخرية القدر إنه بيعين ماكبث مكان الراجل ده، وماكبث بيقتله بعد توليه المنصب. يا ريته خانه، لا هو قتل على طول. كل واحد في المسرحية دي يا جماعة اختار اختيار، وللأسف انتهى بموته أو موت حد عزيز عليه. بالنسبة لي الفكرة دي صعبة شوية، إن كل اختيار أنت بتاخده بيساهم في حدث معين في حياتك، ولكن إحنا بنحب نلوم القدر. وده فكرني بجملة من مسرحية سيزر اللي برضو كاتبها شكسبير وعملنا عندها حلقة قبل كده اللي تسمعوها، لما كتب جملة وهي: الخطأ يا عزيزي بروتوس ليس في أقدارنا ولكن في أنفسنا. أنت مسؤول عن حياتك، فكر قبل ما تختار، سواء أنت تختار صديق أو علاقة حب أو طريقة تمشيه. والأهم يا جماعة إنك لو غلطت ارجع عن الاختيار ده لو الوقت سمح لك طبعا، وحتى لو الوقت ما سمحش حاول ترجع وخلاص. وأهم من كده تسامح نفسك عشان خلاص الفعل حدث خلاص، مش هيفيد بحاجة إن أكون متضايق وأقعد ألوم نفسي وأجلد في ذاتي. عشان يا جماعة في نهاية اليوم إحنا بشر وده طبعنا، سنظل نخطئ وسنظل نحاول نستغفر أو نتوب أو نعود عما فعلنا، فما فيش حل تاني نقدر نعمله غير كده. يعني أتمنى ما أكونش طولت عليكم، مش هقول بقى رقم المرة دي عشان بعد ما منتج مش عارف هتبقى الحلقة كام دقيقة، بس أتمنى تكون حلقة عجبتكم، ونتقابل الأسبوع القادم في حلقة جديدة من مسرح الأسطوري والأفلام. كالعادة أنا كنت معاكم عمر الدش، سلام.